أنا كنت حابب النهارده إن أنا هكلمكم عن موضوع خاص بالتغذية بعد عمليات السمنة. بسمع دايما الناس بتقول الجراح ما يفهمش في التغذية. لو الجراح ما بيفهمش في التغذية، ليه الأمريكان سوسايتي اوف بارياتريك سيرجري هي اللي حاطة الجايد لاينز بتاعة البوست بارياتريك نيوتريشن؟ ليه جمعية الجراحين الأمريكية هي اللي حاطة التغذية بتاعة الناس اللي عاملة تكميم وعاملة تحويل؟ وده لأنه هو موضوع يخص الجراحين بشكل رئيسي. فالتغذية بعد عمليات السمنة بيبقى الجراح مع النيوتريشن، مع خبير التغذية، مع خبير الرياضة وكابتن الجيم. هو ده اللي بيعمل السيستم اللي بيوصل المريض لشكل جميل، شكل كأنه إنسان طبيعي، كأنه شخص عمره ما كان تخين قبل كده في حياته. موضوع دايما الناس بتحب تسأل فيه التغذية. مشكلة كل الناس موضوع نظام الأكل. ليه في نظام أكل؟ ليه أنا محتاج أمشي على نظام أكل بعد عمليات السمنة؟ والمشكلة الرهيبة اللي الناس دايما بتتكلم عنها هي مشكلة الفاكهة، اللبن، السكريات. احنا عايزين ناكل سكريات ونخس، احنا عايزين ناكل فاكهة ونخس، احنا عايزين نشرب لبن. دي حاجات مغذية، هي حاجات من كتر ما مغذية فسعراتها بتكون عالية جدا، بتسبب عودة الوزن. احنا عايزين نعمل نظام أكل يمنع عودة الوزن بعد عمليات السمنة. عودة الوزن دي مشكلة كبيرة جدا، بتمثل 15% بعد عمليات التكميم و5% بعد عمليات التحويل. ازاي ان احنا نمنع عودة الوزن؟ ازاي ان اللي يعمل عملية سمنة ما يصابش بترهل، ما يصابش بمشاكل صحية، ووزنه ينزل بشكل طبيعي لحد ما يوصل ان شاء الله للوزن المثالي، مع عدم عودة الوزن بعد سنوات من اجراء العملية. ده بالظبط الهدف من نظام التغذية بتاعنا. نظام التغذية بشكل رئيسي بيكون محدد طبقا لكل عيان، يعني مش كل مريض بياخد النظام ده. ولو سألتوا بعضكم هتلاقي ناس كتير انا سامح لها بفاكهة وسامح لها بعيش. لما يجي لي راجل وزنه 130 او 140 كيلو يخس في اول شهر 20-30 كيلو، واحد زي ده انا لازم ادخله نشويات، والا هيفضل يخس لحد ما يحصل له هزال ويحصل له مشاكل صحية. في المقابل لما تجيلي ست وزنها 150 كيلو نايمه على السرير طول اليوم او قاعده في البيت وما بتشتغلش، يعني في واحده بتقول لي انا لو نزلت الشارع جوزي هيزعل مني او هيعاقبني. واحده زي دي احنا ازاي هنقدم لها نظام غذائي يمكنها انها هي تخس وما تتخنش تاني، بالرغم من طريقه حياتها وطريقه الاكل بتاعتها؟